اخيرا بقى بلملم رفيع الشقه الجديده، خلاص فاضل على الحلو تكه. ايوه فاضل على الحلو تكه، ونروح بقى نفرش شقتنا ونظبط حياتنا ونوضب كل حاجه. تعالوا بس كده اوريكم مشترياتي اللي بعت جبتها من اسكندريه، واحلى تحيه لاسكندريه واهل اسكندريه. ايوه والحاجه بقى واصلالي بتغليف. بصوا كده التغليف، انزلوا جوه الكرتونه وشوفوا الحاجه جاتني زي القمر، جايه بتغليف محترم علشان ما فيش حاجه تتكسر. من اسكندريه للقاهره مشوار جامد، الحاجه واصلالي في شركه شحن وحاجه زي الفل. طب تعالوا بينا نشوف انا جبت ايه من اسكندريه من عند اميره ستور. عايزه اقول لكم حته بنوته عسل وحاجتها قمر قمر قمر. الفازه القمر اللي انتوا شايفينها دي ترندي قوي، وعايزه اقول لكم جميله وتخطف العين وتخطف القلب. انا دي جبتها للسفره وهتليق قوي على السفره هناك. اما الصينيه القمر قمر دي، الصواني دي صواني بمرايه حلوه قوي في التقديم يا بنات، لما تحطيها كده قدام الضيوف كانك حاطه قدامهم حته ديكور. ايوه من النحاس كده داير ما يدور، ومن جوه مرايه. هوريكم المرايه بتاعتها في نهايه الفيديو، ما تروحوش في اي حته. ونتفرج بقى على السيرفيز القمر ده، ممكن تعتبروه طاجن رفيع كده صغنن او سيرفيز قمر قوي، بورسلين بس حلو ونقي جدا وحاجه بسم الله ما شاء الله. البنت دي عندها شويه حاجات يا بنات. الفيديو ده مش اعلان خالص، الفيديو ده بجد، لانها شغلها محترم جدا وبنوته قمر وبتتقي الله. اما المج اللي بالمعلقه ده، فالمج ده قمر خالص على الاخر، حته مج كده تحفه تشربي فيه بقى كده الشاي بلبن الصبح، النسكافيه. بصي تحفه التحفه كده بسم الله ما شاء الله. وكل المجات بتاعتها هاند ميد يا بنات. هتشوفوا دلوقتي جايبه منها شويه تقمه مجات حلوه قوي. اما الصينيه الخشب دي فخشب بامبو طبيعي. ايوه يعني تغسليها تعملي فيها اللي انت عايزاه، بتتغسل ما بتتفتحش خالص زي بقيه الصواني الخشب. لا بالعكس، دي بتتغسل تحت الميه عادي جدا لانها من الخشب البامبو. حلو قوي وشيك برضو في التقديم. المجات القمر بتاعتها دي بقى كلها من الهاند ميد تحفه. بصي شغلها بارز كده وحلو قوي قوي قوي، شيك جدا على هيئه قلب زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت الشكل ده وجبت واحد ليا وواحد للحاج، هتشوفوهم. هتشوفوا التاني دلوقتي، بس هطلع معاكم انا جايبه كرتونه احلامي. عارفين بقى كرتونه احلامي؟ هي دي بقى كرتونه احلامي. الكنكه بقى الترندي القمر خالص دي، الكنكه دي بقى حلوه قوي قوي. دي كنكه بايركس يا بنات حراري، دي على النار مباشره، مش مثلا تحطي تحتها شياطه او حاجه، لا دي على النار مباشره. بس تحفه تحفه تحفه. اميره ستور انا عرفتها عن طريق البيدج بتاعتها، حاجتها قمر على الاخر. اما المجات الحلوه قوي، الكوبايات العسل دي، بصوا البنات اتخانقوا معايا خناقه السنين ان انا ازاي ما جبتش منهم 6. انا مش عارفه بصراحه انا ليه ما جبتش منهم 6، مش عارفه مخي كان فين، بس هبعت اجيب منها 4 تاني. انا ما تخيلتش بصراحه ان الحاجه توصل من اسكندريه لحد القاهره بالسرعه دي. وكمان بنوته بتتقي الله قوي، اسعارها حلوه قوي قوي قوي. ده المج التاني، المج الاولاني بتاعي وده جبته للحاج. بص شكله قمر قوي قوي على هيئه قلب. البنات بقى قالوا لي ولا انت ولا الحاج اركنوا على جنب بقى، انتوا خدتوا ايامكم. واحد ليا، قلت لهم خلاص انتوا هتفرقوا التركه وانا عايشه. طيب تعالوا بقى نشوف الطواجن القمر قمر البورسلين دول. الطواجن دي فرن وميكروويف يا بنات، حلوه حلوه حلوه. اللون ده قمر، البنك ده تحفه قوي قوي. اما اللون التاني، فاللون التاني ده لوحده خطف قلبي من جمالهم. نورة فضلت تتخانق معايا، يا ماما دول انا هاخدهم، ماما على فكره دول شكلهم عرايسي قوي، فانا دول بتوعي يا بنتي يهديكي يرضيكي. قالت لي هاخدهم، فمضطره برضو اطلب من اميره ستور 2 غيرهم. مش عارفه البنات دي عايزه مني ايه، تحسهم كده يعني درتي، كل واحده فيهم دره بجد. اما كتب الديكور دول يا بنات برضو جبتهم من عند اميره ستور، حلوين قوي وترندي قوي وشكلهم حلو. ولقيت عندها بسعر ارخص من عندي هنا في ميدان الجامع. ميدان الجامع لقيتهم اغلى بكتير. شانل كده، كوكو شانل تحفه، شكلهم عندها كل الاشكال. انا من الناس اللي بحب الديكور، بقول لكم ممكن يتحطوا في زاويه زي كده. انا من الناس، بصوا ورايا هتلاقوا ديكورات وحاجات، انا بحب الحاجات دي قوي. حتى في المطبخ بصوا ورايا هتلاقوا دايما حاطه فازات زرع صغيره كده في ديكور المطبخ. اما دي بقى فدول جبت منهم الطقم القمر ده للزبادي بقى في رمضان. الله 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 الله، كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليا وعليكم كل الايام بخير. عايزه
اقول لكم اميره ستور عندها حاجات تنفع قوي جهاز العرايس. يعني انا بناتي ابتدوا يختاروا برضو من عندها حاجات، وهعمل منها اوردرات جديده لان بجد حاجتها تحفه. اللي عدوا دول ينفعوا قوي لام علي وينفعوا للزبادي في رمضان. اما الكسترات الخشب دول فدول روعه قوي يا بنات، دول بقى عشان تحطي على السفره الطواجن وهي طالعه من الفرن سخنه. اما الشليموك القمر ده، الشليموهات الجولد دي قمر قوي برضو، جبتها للشقه الجديده، شكلهم حلو قوي 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 يا بنات، وجمال كده وقمر خالص على الاخر، بيتقدموا بقى للضيوف حلوين قوي. قلت بقى يا بنت يا ليلى هتنسي نفسك كده؟ لا، طب تعالي بقى دلعي نفسك انت بعيد عن المطبخ وشغل المطبخ واواني المطبخ. فطلبت منها البودره البتروفا القمر دي بروايحها بقى، عندها غربي فلوري وناعمه وجذابه، وعندها شرقي لعشاق العود. انا جبت دي بالعود، ريحتها خيال يا بنات، خيال، ريحتها قمر قوي. اما دي يا بنات تحفه التحفه، دي بقى ريحتها ورد كده قمر، ريحتها تحفه تحفه تحفه. انت بعد الشاور بتروحي كده يعني حطها على الجسم كده تحفه، بتخلي الريحه ثابته كذا يوم، ريحتها جميله جميله، هتعجبك الروايح. عندها بروايح كتير قوي. اما القمر ده الهير ميست ده يا بنات تحفه تحفه للشعر بقى. ده بعد ما تاخدي حمامك شعرك كده، بعد ما تنشفيه تروحي رشه عليه، يفضل شعرك بالريحه الريحه اللي انت عايزاها. هتختاري من عندها روايح كتير جدا جدا جدا. دول كانوا اختيار البنات، بيخلوا ريحه الشعر روعه روعه يا بنات، حلو جدا جدا. اما بقى تعالوا عدوا والله، واحد ملوش تاني، عدوا معايا يا بنات. تعالوا كده نشوف القمر ده. ما هو بص انا لكن لازم قلت لكم ادلع نفسي، وجبت منها المسك الرش ده، ميزته من عندها انه خالي من الكحول يا بنات، روايحه كلها جميله ومختلفه وامنه على الاطفال. عندها بالعود زي ما انتم شايفين كده، جبت بالعود ده النور لانها بتحب الحاجه اللي بالعود، وانا برضو ساعات بميل للعود شويه. انا اختياري هتعرفوه في الاخر من دول كلهم. دي بالعود زي ما انتم شايفين كده. اما دي كانت اختيار رضوى، انا مش فاكره بريحه ايه بصراحه، بس حلوه قوي قوي قوي. انا بقى بتاعتي الوحيده اللي فاكراها قوي لانها بتاعتي حجي المعطر حجي. تعالوا بقى، دي حلوه قوي، دي بالتوت. انا بعشق اي حاجه يا بنات بالتوت، حتى المعطر اللي برشه في البيت لتعطير البيت بالتوت، اللي بستخدمه في مسح الشقه بالتوت. بحب ريحه التوت قوي لانها ثابته جدا 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 يا بنات. وزي ما قلت لكم الروايح دي امنه جدا على الاطفال، وروايحها ثابته وجميله لانها من غير كحول زي ما قلت لكم كده. تمام. اما بقى يعني مشكلتي انا واصحابي هنا، كنت بندب لنور، قلت لها لو جت امي الله يرحمها وقالت لك اديني اي حاجه في علبه ما تديهاش. طقم العلب ده بجد انا هخفيه بعيد عن صحابي، واللي عايزه منهم حاجه وهي ماشيه من عندي، اذا كان شويه حته مش حته شويه اي حاجه وهم ماشيين، هقول لهم حطهم لكم في اكياس سندوتشات. جبت بقى الطقم الترندي قوي ده اللي هو طقم العلب القمر ده، عايزه اقول لكم حلو قوي ما شاء الله عليه. لقيت كل الناس جابته الا انا، الا ليلى النجار هي الوحيده اللي ما جابتهوش. الطقم العلب ده مصري بس ممتاز ممتاز يا بنات، شغلها كله اغلبه مستورد زي ما شفتوا، كل حاجتها استيراد بره يعني اغلبها، انما ده مصري بس حاجتها ممتازه جدا. البنوته دي قمر قوي، بتتقي ربنا. انا قلت انزل لكم الحاجه كده اللي اشتريتها منها من اميره ستور، لان بجد حاجتها قمر على الاخر. ده كده الطقم القمر ده، بصوا ده انا هوظفه بقى للبقوليات وللتلاجة، لده ولده، لانه امن جدا قعدت في التلاجة. تمام. هي قالت لي كلمه قبل ما تعرفني ليلى النجار او حاجه، قالت لي يا طنط ليلى، قالت لي يا مدام انا اهم حاجه عندي ارضاء العميل. فالكلمه دي لما يقولها حد تعرفي انه جدع قوي قوي قوي. والاسكندرانيه معروف بجدعنتهم يا بنات. دي كده كل مشترياتي للشقه الجديده، ادعوا لي ربنا يهنينا فيها ان شاء الله ويبارك لي فيها، ويا رب عقبال ما افرش شقه بناتي وبناتكم باذن الله. دي كده كل الحاجه اللي جبتها من عند اميره ستور. هنزل لكم بقى كل حاجه تخصها، ويا رب كده تتمنوا لي الخير، وانا كمان بتمنى لكم خير، واشوفكم في فيديو جديد، وبحبكم كتير 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 قد الدنيا كلها. السلام عليكم.